يعتبر تاريخ 9 من العام 1940 ميلادي هو بداية تأسيس الجيش الليبي، وقد بدأ بتأسيس الجيش السنوسي والذي كان نواة الجيش الليبي للمملكة الليبية المتحدة. لم يتدخل الجيش في الشؤون السياسية منذ تأسيسه في عهد المملكة الليبية المتحدة، وحتى عندما تم توحيد الولايات لتصبح مملكة ليبية موحدة إداريا. متأثرا بانقلاب الجيش المصري على الملك فاروق، بدأت أولى مراحل تدخل الجيش في السياسة بانقلاب الملازم أول معمر القذافي على الملك إدريس السنوسي صحبة بعض الضباط العسكريين، والذي أعلن فيه عن تغيير شكل الحكم لتصبح المملكة الليبية جمهورية عربية ليبية يحكمها مجلس قيادة الثورة برئاسة القذافي، والذي لم ينتظر كثيرا حتى قام بتصفية خصومه وبعض الضباط الذين شاركوا معه في الانقلاب. وتمكن بعد ذلك القذافي من السيطرة على البلد عسكريا ليعلن تغيير نظام الحكم إلى ما أسماه النظرية العالمية الثالثة والنظام الجماهيري، ليتغير اسم الدولة الليبية مرة أخرى إلى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية. وبقوة العسكر قام بتجميد الدستور وإلغائه، وجمد وألغى القوانين، واستولى على أملاك المواطنين، وأصدر أحكام الإعدام في محاكم عسكرية، وقام بإنشاء كتائب خاصة لحراسته وأبنائه مثل كتيبة خميس وكتيبة الساعدي وكتيبة المعتصم والحرس الثوري وغيره. وقام بتهميش الجيش الليبي بشكل ممنهج. استمر حكم القذافي العسكري ل42 سنة. قام بعدها ثوار الشعب الليبي بثورة 17 من فبراير في سنة 2011، والتي انضم إليها ضباط الجيش الليبي منذ انطلاقها، حيث انضمت قوة الصاعقة في بنغازي تحت قيادة اللواء عبد الفتاح يونس إلى الثوار في المدينة، ومن ثم انضم سلاح الجو في المنطقة الشرقية للثورة، وكان نسور الجو الليبي أول من تصدى لرتل القذافي القادم إلى بنغازي. توالى انضمام جنود وضباط الجيش من المنطقة الجنوبية والغربية وتوجههم إلى شرق ليبيا وغربها، حيث قاد الشهيد محمد المدني الذي كان تابعا لكتيبة الصاعقة الانتحارية في الجيش الليبي قوات الزنتان للدفاع عن الوطن ضد كتائب القذافي. وانضم ضباط وجنود الجيش في مناطق الجبل الغربي من أمازيغ ليبيا للثورة، وكان من مدينة مصراتة العقيد سالم جحا، والذي كان له ولمدينته دور بارز في نجاح الثورة. وما هؤلاء إلا أمثلة يمثلون مشاركة الجيش في الثورة ضد نظام القذافي. ومن هنا كانت بداية عودة الروح الوطنية للجيش الليبي. وبما أن القذافي همش الجيش الليبي لعقود، دائما ما كانت هناك محاولات لضم الثوار إلى الجيش ولتشكيل تشكيلات عسكرية تساهم في حفظ أمن البلاد، وما زالت هذه المحاولات حتى الآن، إذ أن الانقسام السياسي والأزمات السياسية والقبلية والجهوية التي تعانيها الدولة الليبية أثرت بشكل كبير على تشكيل جيش ليبي موحد بعد الثورة.